علشان نشوف رسمة بتتحرك محتاجين نرسم رسومات كتير قوي ويكون ما بينها اختلاف ونحركها قدام عينينا. لكن في الافتر افكت الموضوع اسهل من كده بكتير علشان بنستخدم حاجة اسمها كي فريم، وهو انك لو عايز تحرك الكرة دي من هنا لهنا بتحط كي فريم لاول الحركة واخر الحركة، والبرنامج هو اللي بيرسم كل الحركات اللي في النص. هنلاقي عندنا هنا 5 اوبشنز بنحرك منها الصورة. هنقف في التايم لاين عند الثانية 0 وهندوس على علامة الساعة اللي جنب كلمة بوزيشن، فهنلاقي ان ظهر عندنا كي فريم عند الثانية اللي احنا واقفين عندها. وهنقف قدام شوية كده وهنغير مكان الصورة لما نيجي نتفرج ان الصورة بتتحرك من الشمال لليمين، ونعمل كي فريم للبوزيشن وهنقف بعد 4 ثواني ونخلي مكانها من اليمين للشمال. هنا حصلت مشكلة ان العربية لما اتحركت العجل بتاعها فضل تحت. هنقف في الاول خالص وهندوس على العجل وهندوس على البيرنت لينك دي، هنشد السهم وهنختار اللاير بتاع العربية، فبقيوا الاتنين لاير دول بتوع العجل بيتبعوا اللاير بتاع العربية. هلاقي ان العربية بتتحرك والعجلة بتتحرك معاها. وهعمل كي فريم للروتيشن وهقف عند 4 ثواني وهخلي الروتيشن يكون لف شوية. هلاقي ان العربية بتمشي والعجل بيلف.